لقيت البيضه الثالثه. ده معنى كده ايه؟ النتايه تبيض 3 بيضات. النتايه بيضت 3 وهم في السلاكه محبوسين، عشان ما حدش يقول لي ده بيض حد تاني. طبعا معظمكم هيقول ايه؟ لا نتايتين. اهم يا جماعه 3 بيضات. كسروا بيضه. والله اول ما اشوفها دلوقتي مكتوب عليها 6-1 اهو. 6-1 بس طبعا الكسر ضيعها. والبيضة التانية برضو اهي 6-1 اللي هم متبيضين في نفس اليوم. البيضتين دول في وقت واحد اهم. بعدها بيومين البيضة دي اللي انا ما كتبتش عليها، بعدها بيومين دي كانت 8-1. هنبدأ باللي هي اخر بيضة يا جماعة. معرقة اهو، بس لسه جديد عمرانة. برضو هنا دي من قبلها شوية فباين فيها اكتر، ده اوضح. طب دي دي البيضة التالتة اللي هي كسروها، دي كانت فارغة. الباب ده انقفل على طول، انا باكل واقفل. وقت انا اخد البيض البطين بتوعها دول احضنهم تحت حمام تاني. احنا النهارده الوقت تقريبا العصر، فلقيت النتايه برضو باضت البطين مع بعض في نفس الوقت زي المره اللي فاتت. طبعا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشيل البيض منها لان هما القص تقيل فبيكسر البيض. اعطي للنتايه نص قرص من الكالسيوم ده، دي 3 اف، واعطيها فصين توم اقشرهم وازغطهم لها كده. وبرضه لما تبيض تاني بكره هعطيها، وبعد بكره هعطيها برضه نص قرص الكالسيوم والفصين التوم. كتبت على البيض اهو مميز 24-1 البطين. هشيلهم دلوقتي. بيضه بلاستيك هحطها يرقدوا عليها علشان نشوفهم هيبيضوا البيضه الثالثه ولا لا. بقفل. طبعا هي بيضه البطين دول في نفس اليوم. هنشوف يوم 26 اخبارها ايه وباضت ايه. طبعا ده الذكر اللي راقد على البيض، انا كنت حاطط بيضه بلاستيك. دي البيضه البلاستيك. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. بيضت بطين في وقت واحد. النتايه دي بتبيض 4. اول مره يا جماعه اشوف فعلا النتايه اللي تبيض 4 دي. دول هنكتب عليهم برضو التاريخ 26-1، وهنحضنهم تحت حمام بيض النهارده او هيبيض بكره او امبارح، مش مشكله يعني، فرق يوم. كتبت عليهم اهو يا جماعه 26-1 مميز عشان اميزهم طبعا عن البيض التاني. اجيبهم كده ومحضن هنا 2، خدهم برضو على التانيين. ادي ال4 بيضات اهم بعد ما جمعتهم. الاثنين اللي بالقلم الاسود اهم، دول البطين اللي متباضين في الاخر، ودول البطين اللي متباضين بالاول اللي كان مكتوب عليهم باللون الاخضر بس الكتابه اتمسحت. النهارده 2-2 هنكشف على بيض القص ده اللي هو باض 4 بيضات. اول واحده فارغه، نجيب اختها اللي هي اتباضت معاها في نفس اليوم اهو. جبنا الثانيه اهي ما شاء الله ما شاء الله مخصبة. دي اختها، يبقى واحدة وواحدة. نشوف اللي هما اتباضهم يوم 26. دي واحدة من اللي اتباضت يوم 26. كان فيها تقريبا ده فيها تخصيب بس فرش زي ما حضرتك شايف كده اللي عمل الدايرة الكبيرة دي. يبقى دي باظت لكن هي كانت مخصبة. المهم احنا كده اتأكدنا ان عندنا ذكر، ان هو ذكر وانتاية، عشان الناس اللي هتقول ده نتايتين، لا هم ذكر وانتاية. دي مخصبة بس دي ايه باين فيها اكتر. المهم معانا بطين عمرانين من القص اللي بيبيض 4 ده. هجربه كمان عيش. اعطيه فلفل اسود في الفم 3-4 ايام اسبوع. 3 حبات فلفل 4 حبات فلفل، واستخدم السيلينيوم المستورد اللي انا بستخدمه معاهم. بس هكثف الجرعه شويه للذكر ونشوف اذا طلع برضو بطين ملانين وبطين فاضيين او 3 زي ما كان عامل في العيش اللي قبل كده. هنشوف، ابقى افكر اغير الذكر. برضو انا نفسي يطلع ال4 مخصبين، تكون دي المعجزه الكبرى بقى. لإيه الفايدة ان هو طلعت 4 ومنهم 2 مخصبين و2 فاضيين؟ مفيش فايدة غير ان احنا ان البيض طلع حجمه صغير. 4 فبراير افتح كده السلاكة، لقيت الحمامة محصية اول حصواية. تمام، المرة دي حصت حصواية واحدة، كانت محصية المرة اللي فاتت توأم 2 مع بعض في يوم واحد. طيب طبعا القص ده اشتغل كتير. باضهم 7 بيضات قبل كده في حوالي 15 يوم. بعدها حوالي كمان بقالنا كده نقول 8 ايام مثلا باضت اول حصوايه. يمكن معرفش بقى رجعت لطبيعتها ولا هي تعبت من كتر الشغل. انا عايز اريحها شويه برضو عشان نشوف طبيعتها ايه.
طبعا ان سبتها مع نفس الذكر تاني برضو نشوف برضو البيض مخصب ولا لا. هاخد البيضة بتاعتها اكتب عليها التاريخ، كتبت عليها 4/2 اهو. هشيلها منها، احط لها اهو البيضة البلاستيك، حطيت لها البيضة البلاستيك. وهنعين البيضة ديت في العلبة في حتة القطمة دي لما تبيض البيضة التانية عشان البيض يفقس مع بعضه. تمام. طيب هو القص ده بيكسر البيض. انا هعمل طريقة معاه علشان طبعا المشكلة دي بتواجه ناس كتير، موضوع تكسير البيض ده. فهتشوفني برضو بعمل ايه، وفي نفس الوقت انا عايز ايه الحمام ده هو اللي يحضن بيضه، بس هستخدم طريقة بس لما يبيضوا البيضة التانية، او نشوف هم هيبيضوا كام بيضة بعد كده. النهاردة 6/2 مفروض يبيضوا البيضة التانية، مفيش بيضة تانية، ما بيضوش حاجة. طيب هنستنى عليهم مثلا لبكرة ونشوف هي هتبيض تاني ولا مش هتبيض. ممكن تبيض بيضة واحدة، تكون تعبت من البيض وتبيض بيضة واحدة، ما نعرفش هتعمل ايه بكرة. النهاردة 7/2 باضوا من البيضة التانية، برضو بيضت بيضة واحدة بعد ما كانت بتبيض 2، كانت بتبيض 2 في كل يوم، باضت بيضة واحدة. يبقى النهاردة هعمل ايه، هشيل البيضة البلاستيك خلاص دي ما عادلهاش لازمة، وهنكتب على البيضة التانية 7/2 لان فرق كده نقول ايه 3 ايام. طبعا هو المفروض الطبيعي ان بيبقى الفرق يومين 2 بس. طيب انا عايز احضن البيض ده تحتهم عشان اريح النتاية وفي نفس الوقت البيض ما يتكسرش. زي ما قلت لك انا جربتهم مرتين، هم كسروا البيض اول عش، فخلاص انا بقيت ايه اشيل البيض بتاعهم احضنه تحت حمام تاني، لكن القص ده تعب. طيب انا هعمل ايه، كتبت عليها اهو 7/2 والبيضة التانية 4/2 اهو زي ما هم. طيب في الحالة دي انا هعمل ايه، زي ما قلت لك انا هشيل الذكر لان انا عايز احضن تحتهم البيض ومش عايزهم يكسروا البيض، هم بيتعاركوا على اللي يرقد مين. فانا هعمل دلوقتي ايه، هم طبعا خايفين مني ان انا من الفلاش والتصوير، لكن انا هشيل دلوقتي الذكر. طبعا الذكر متعلم اهو، انا معلمه بالعلامة الحمراء دي. اشيل الذكر اسيبه ويلعب في الارض كده براحته، والنتاية تحضن البيض. طيب دي النتاية سيب لها البيض. طيب انا هعمل ايه، الذكر احاول ان انا برضو ارجعه للبيض كل يوم ساعتين. شوف انت بتبقى فاضي امتى، يعني من افضل الساعة 10 الصبح للساعة مثلا 2 في الميعاد ده الذكورة هي اللي بترقد، فانت ساعتين 3 4 وترجع تشيله تاني، يعني تنزل النتاية مرة 4 ساعات وترجعها تاني باقي اليوم اللي هم من الساعة 10 للساعة 2 او ساعتين كفايه. المهم الذكر ما ينساش ان هو له بيض وله نتايه، عشان برضو ايه لما الزغاليل تطلع تعمل معاهم تبقى ياكلهم الزغاليل الاثنين. هترجعهم امتى بقى الاثنين وتسيبهم مع بعض في العش بعد الزغاليل ما يبقى عمرها اسبوع. شفت ازاي، ما ترجعهمش الا بعد الزغاليل ما تفقس ويكونوا عمرهم اسبوع، تبقى تسيب الاثنين مع بعض في العين. ده لو ان انت عندك المشكله دي، لو هم مثلا بيكسروا البيض او بيموتوا الزغاليل بعد الفأس، يبقى الحل بتاعك اللي انت تعمل كده، تعلمهم وتشيل النتاية مرة وترجع الذكر، وتشيل الذكر مرة وترجع النتاية، يبقى هو ده الحل اللي يخليهم ما يكسروش البيض. وبرضه هتابع القص ده نشوف باقي شغله هيبقى عامل ازاي بعد كده ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.